لست آيس أو أمل، لن تحطمني الهموم، لن أعيش بلا أمل، فالندى نبت الغيوم. لن أبالي بالمصاب أو أفر متى أراه، بل أقول إذا أصاب إنه قدر الإله. لن أبالي بالمصاب أو أفر متى أراه، بل أقول إذا أصاب إنه قدر الإله، إنه قدر الإله. لست آيس أو أمل، لن تحطمني الهموم، لن أعيش بلا أمل، فالندى نبت الغيوم. لن أعيش الدهر إلا شاكرا فضل الكريم. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول المختار صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما بالرأس. عباد الله، قبل رمضان وبأشهر بدأت تأتينا أخبار عن مجاعة في بلاد النيجر المسلمة، وأخذت الرسائل تنتشر عبر الجوالات وغيرها، واستجابت وسائل إعلامنا متأخرة، وبدأت تنقل الأخبار عن موت الأطفال والكبار والصغار، لأنها كانت مشغولة بضحايا إعصار كاترينا من الكفار. ثم مع أول رمضان استلمت رسالة جوال مفادها: كيف تفطر على أصناف من الطعام وإخوانك في النيجر لا يجدون ما يأكلون، بل من الجوع يموتون. فقررت الذهاب إلى هناك في رحلة استطلاعية لمعرفة حقيقة الأخبار، فليس الخبر كالمعاينة، وليس من رأى كمن سمع. وقبل الرحلة بأيام أبى المقربون من حولي من الإخوان إلا أن أحمل بعض الصدقات والزكوات دعما لإخواننا هناك وعونا لهم على تجاوز الأزمات. شاع خبر سفري وانتشر على غير رغبة مني، وجاءنا من الصدقات والزكوات ما جعل المهمة صعبة للغاية هناك. فالنيجر بلد لا نعرف فيه أحدا وما زرناه من قبل. كان المخطط أن نبقى هناك ل7 أيام أو 10 إذا لزم الأمر، ولكننا بقينا هناك 25 يوما مليئة بالصور والعبر والأحداث. فما حقيقة تلك المجاعة؟ وما صحة تلك الأخبار؟ أحبتي، أخبرونا عن قصص ومواقف تدمي القلوب، فلقد تسابق النساء والأطفال لمزاحمة الحيوانات في قطف أوراق الأشجار، وإنها والله أخبار حقيقية لا خيال. الأحوال السيئة دعت واضطرت أهل القرى لترك قراهم وبيوتهم والتوجه نحو المدن مشيا على الأقدام. مات منهم من مات، ووصل من وصل، وسكنوا خارج المدن في بيوت من القش والأشجار في أسوأ الأحوال، ولقد رأينا ذلك بأم أعيننا، فلا هم قادرون على الرجوع ولا هم حصلوا على الحياة الكريمة. كنا لا نرى إلا نساء وأطفالا، وكنا نسأل أين ذهب الرجال؟
فقالوا تركونا طلبا للطعام والشراب وليوفروا لنا أسباب الحياة. ذهب الرجال ولم يرجعوا. أكثر هؤلاء الرجال الآباء تحولوا إلى متسولين في الطرقات. غياب الرجال أجبر النساء على بيع كل الممتلكات إن كان هناك ممتلكات، ولم يبقى إلا أن يبعن شرفهن مقابل لقمة عيش لهن ولأطفالهن. ولقد استغل هذا الوضع أصحاب النفوس الضعيفة والقلوب القاسية، فتاجروا بأعراض المسلمات مقابل حفنة من الريالات أو الفرنكات. أما المتسولون وأصحاب العاهات فحدث ولا حرج، تراهم في كل مكان وفي كل الطرقات والتقاطعات. نسيت أن أخبركم أنه حسب التصنيف العالمي فإن النيجر تعد أفقر دولة في العالم، وسأخبركم عن الحقيقة التي اكتشفتها عن سبب فقرهم وبقائهم على هذه الحال، فتابعوا معي وأنصتوا. أحبتي، بتنسيق مع جمعية إحياء التراث الإسلامية الكويتية جزاهم الله عنا خيرا، بدأنا زيارتنا إلى النيجر، حيث أن لهم ممثلين في منظمة خيرية في العاصمة نيامي. ولعلك أول مرة تعرف أن عاصمة النيجر تسمى نيامي. من نيامي التي وصلنا لها فجرا بعد 16 ساعة من السفر بين الجو والمطارات، بدأت رحلتنا أنا ورفيق دربي الذي كان خير رفيق. بعد راحة من وعثاء السفر بدأنا جولتنا بالتجول حول المدينة، حيث آلاف العشش والبيوت الخشبية التي تكاد تسقط على أهلها. رأينا الصغار الرضع يشربون الحساء بدل الحليب لأنه لا حليب للأطفال. التف حولنا صبيان صغار وصبيات صغيرات، ومن بينهن صبية في العاشرة لا تلبس إلا ما يستر عورتها، فقلنا لماذا لا تستر هذه الصبية؟ فسألوها فقالت إنها لا تملك إلا ما نراه عليها، ثم أجهشت بالبكاء. أشد المناظر كانت لأطفال صغار ينبشون القمامات بحثا عن الطعام. وما ظنك أنهم سيجدون في قمامات الفقراء والمحتاجين؟ رأينا الأطفال يعملون في حمل البضاعات وغسيل السيارات وغيرها من المهن الشاقة التي لا يتحملها الرجال، فكيف بالأطفال؟ لكم الله يا أهل النيجر، لكم الله يا أهل النيجر، أطفالكم ينبشون القمامات بحثا عن الطعام، ومزابلنا ملأى بالطعام حتى ظهرت التخمة على الكلاب والقطط من كثرة الطعام في المزابل. عذرا يا أهل النيجر، بناتكم يبحثن عن الثياب والحجاب فلا يجدنه، وبناتنا يتفلتن من الحجاب بل حتى من الثياب. يا أهل النيجر، كيف لو علمتم أن تجارنا يبيعون ويشترون لاعبي الكرة بالملايين من أجل لهو ولعب؟ يا أهل النيجر، كيف لو علمتم أن ملايين الريالات صرفت وتصرف لدعم فساق أكاديمي ستار؟ يا للعار، يا للعار، أنتم تموتون وقومنا بالمال يلعبون وعلى الموسيقى والألحان يتراقصون. يا أهل النيجر، لو كنتم في لويزيانا الأمريكية أو في لوس أنجليس لانهالت عليكم العطايا والهبات وبراميل النفط المجانية، ولتسابقت وسائل إعلامنا لنقل صوركم وأخباركم. لكن لا والله، لا والله، هناك من يبكون لبكائكم ويستشعرون آلامكم ويسمعون آهاتكم، ولو فتحت لهم الأبواب وأتيحت لهم الفرصة لفدوكم بالأعمار، فوالله ما نسوكم من الدعاء والصدقات والزكوات. رغم الفقر، رغم المعاناة التي رأيناها، إلا أن الابتسامة
لا تكاد تفارق تلك الوجوه السمراء التي أضناها التعب والجوع رغم الفقر والمعاناة، إلا أنهم شعب مسلم شجاع. لما زاد استبداد اليهود منذ سنوات وقاوم أهل الانتفاضة اليهود بالحجارة، لم يقف أهل النيجر موقف المتفرج، بل ثاروا وغاروا وخرجوا بعشرات الآلاف ثائرين لدينهم وغيرة على إخوانهم، حتى اضطروا حكومتهم لقطع العلاقات مع أحفاد القردة والخنازير، ولا زالت العلاقات مقطوعة. أما عاطفتهم الإسلامية فعاطفة جياشة قوية، فمظاهر الإسلام واضحة في حياتهم وفي معاملاتهم، ومساجدهم عامرة بالليل والنهار. ورمضان له طعم آخر في النيجر، فهم أهل صيام وقيام وتسابق على قراءة القرآن وحفظه، بل حتى إطعام الطعام رغم فقرهم وحاجتهم. ولقد دخلت علينا الليالي العشر ونحن هناك، فرأينا منهم عجب العجاب. أكثر المساجد، بل قل كلها، تختم القرآن في رمضان في القيام مرة ومرتين وثلاث مرات، وتستمر الصلوات من بعد العشاء حتى الفجر. ولقد قمنا في أول العشر بزيارة لقرية على حدود النيجر مع بنين يقال لها مالافيل. زرناها بدعوة من جمعية هناك تسمى أنصار السنة المحمدية، ولقد والله كانوا بحق من أعظم الأنصار للسنة. فطابع القرية طابع إسلامي واضح المعالم، وأصوات القرآن تنطلق من البيوت الخشبية في كل الساعات، فلا موسيقى ولا ألحان، بل آيات الرحمن تتردد في كل مكان. وصلنا إليهم بعد المغرب فقدموا لنا الإفطار، ثم صلينا معهم العشاء والتراويح لساعة واحدة أو تزيد، ثم قال لنا شيخهم: الآن تستريحون ثم تصلون معنا القيام، نبدأ في 12 إن شاء الله. قلت: ومتى تنتهون؟ قال: نصلي إلى ما شاء الله. فقلت: يعني متى تنتهون؟ قال: نحن عادة ننتهي في 5. نحن عادة ننتهي من القيام في 5 قبل أذان الفجر بقليل. قلت لصاحبي: يا الله، 5 ساعات قيام، كيف سنقدر على ذلك؟ قال صاحبي: الله المستعان. فلما جاءت 12 ليلا كنا معهم في المسجد الذي اكتظ بالمصلين صغارا وكبارا وشيوخا وأطفالا، والأعداد خارج المسجد أكثر مما كانوا في الداخل، والنساء فرش لهن في ناحية أخرى من ناحية المسجد. صلى بنا 2 من الشباب، ما سمعنا أجمل من تلك الأصوات وتلك التلاوات، ومرت الساعات دون أن نشعر بها في جو إيماني من أجمل الأجواء. وكان هناك من يطوف بين المصلين يسقيهم الماء. تخلل ذلك توقف لنصف ساعة حيث طلبوا منا إلقاء كلمة تذكيرية، وقام أحد الشباب الصغار بالترجمة، فمنهم من يجيد ويتكلم العربية وبإتقان، وكنا الآن نسمع أثناء الكلمة إلا التهليل والتكبير. ثم واصلنا القيام حتى 5، ما كل منهم أحد ولا مل. تذكرت حالنا وجدالنا إذا صلينا لساعة أو ساعتين. كثر الذين يتأففون ويشتكون ويقولون للأئمة: أنتم فتانون. تذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم. نعم هم فقراء، لكن عندهم صبر وجلد على الطاعات، ونحن أسبغت علينا النعم ظاهرة وباطنة، وتعودنا على الكسل والخمول. والله إن أفقر فقير عندنا يعد عندهم من الأغنياء. والله إن أفقر فقير عندنا يعد عندهم من الأغنياء. ووالله إني لأخشى بعد أن رأيت حالهم أن تكون حسناتنا عجلت لنا في دنيانا. أليس الفقر اختبار وامتحان؟ وكذلك النعم أشد امتحانا وأشد في الاختبار. قال الله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم.
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بعد القيام أخذونا للسحور، وعدنا بعده مباشرة لصلاة الفجر، ثم اجتمع الناس خارج المسجد حيث كنا قد قدمنا لهم ببعض المساعدات الغذائية وكسوة للعيد وزعت على المحتاجين. ثم طلبنا منهم أن يعرضوا علينا نماذج من قراءات الصغار، فنادوا يا زكريا، فنادوا يا زكريا، فأدى زكريا صبي صغير في العاشرة، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم انطلق يقرأ من سورة الشورى. وقفت أنا وصاحبي مذهولين مسحورين من جمال تلاوته، والله وقفنا مذهولين مسحورين من جمال تلاوته. ولما انتهى أخذه صاحبي معنا وسجل له سورة كاملة. أهم نشاطات هذه الجمعية المباركة جمعية أنصار السنة المحمدية دعوة الوثنيين إلى الإسلام في بنين ومالي وغيرها من الدول المجاورة، ولقد أسلم على أيديهم آلاف مؤلفة رغم قلة الإمكانيات وقلة الدعم، بل لا دعم يذكر على الإطلاق، لكنها همة القوم العالية وغيرتهم على الإسلام. اسمع رعاك الله كيف تكون الغيرة، اسمع رعاك الله كيف تكون الغيرة. في عام 1404 للهجرة مرت النيجر بمجاعة وجفاف أشد من المجاعة الحالية، فجاءت جمعيات النصارى لاستغلال الظروف وحاجة الناس من باب الشهادة والإنصاف. ليس كلهم، منهم من يقدم المساعدات من أجل الإنسانية وشفقة ورحمة، لكن أكثرهم يعرفون ماذا يريدون وماذا يخططون وماذا يدبرون. ركزوا على مدينة ملكة، إحدى أهم مدن النيجر الصحراوية، فبنوا فيها أكبر كنائسهم وقدموا الإمكانيات، فبنوا مدارس نصرانية وأقاموا مستشفيات ومستوصفات ووحدات صحية ووزعوا المعونات. بعد ذلك بسنوات جاء قسيس من قساوستهم وأقام محاضرة في تلك الكنيسة سب فيها الإسلام وسب النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر الخبر بين الفقراء فقاموا لإسلامهم وانتصروا لدينهم ولنبيهم، فهدموا الكنيسة على رؤوس أهلها ولم تهدأ ثائرتهم، بل حاصروا المدينة من كل الجهات حتى لا يخرج ذلك الكلب منها، وما رفعوا الحصار حتى قبضوا عليه وقتلوه، إنها النيجر المسلمة رغم فقرها وحاجتها لا تزال تعتز بدينها وتدافع عن إسلامها. واسمع من أخبار العزة التي انطلقت من الصحراء الكبرى هناك. أولا لا بد أن تعلم أن المعونات إنما انصبت على المدن وما حولها، ولم يصل إلى القرى الصحراوية إلا النصارى، لأنهم يملكون الشاحنات والسيارات وكل الإمكانيات، بل عندهم أساطيل جوية ينتقلون بها في كل مكان. تصور أن حكومة النيجر لا تمتلك إلا طائرة واحدة من أقدم الطائرات. فبعد جولتنا في المدن قررنا الانطلاق إلى القرى الصحراوية، وقررنا أن نصرف أكثر المعونات التي نحملها هناك في الصحراء على مسافة 1000 كيلومتر عن العاصمة نيامي. بدأت رحلتنا الصحراوية، وكنا قد اتفقنا مع أحد التجار الذين يعملون في بيع وشراء المواد الغذائية والمواشي. قمنا بشراء 300 طن من الدخن، وهو الغذاء الرئيسي لأهل النيجر، وقمنا بشراء 300 رأس من الماعز، وقام هذا التاجر بإيصالها هناك، وأخذ ثمن البضاعة وثمن الإيصال. وحرصنا أن تكون الأغنام لليتامى والأرامل، فمن الأغنام يأكلون ويشربون ويلبسون، وهي من أعظم نعم الله على أهل الصحراء. قال الله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب
أفلا يشكرون؟ بسبب الجفاف وانقطاع الأمطار ماتت المواشي وهلك الزرع، فهم في أمس الحاجة للأغنام، ولقد وفق الله شراءها وتوزيعها ولله الحمد من قبل ومن بعد، لكن أتكفي 300 رأس من المواشي في آلاف مؤلفة من البشر؟ أحبتي، الأمر الملاحظ والأمر اللافت للنظر في كل القرى الصحراوية التي مررنا بها النشاط الكبير للجمعيات النصرانية، أثرهم واضح هناك، حيث حفروا الآبار وبنوا المدارس، حفروا الآبار وبنوا المدارس الفرنسية وبنوا المستوصفات التي تقدم الدواء والعلاج للفقراء باسم الكنيسة وباسم المسيح. لكن في المقابل رأينا حرص أهل الصحراء على حلقات القرآن وتعليم الصغار، وسمعنا الفاتحة تنطلق من أفواه الصغار واضحة صحيحة. رأينا مباني النصارى من الخرسانات ومجهزة بكل الإمكانيات، ورأينا في المقابل المساجد من الطين والقش تشكو إلى الله حالها. رأينا مباني النصارى من الخرسانات ومجهزة بكل الإمكانيات، ورأينا في المقابل المساجد من الطين والقش تشكو إلى الله حالها. أقسم كثير من أهل تلك القرى أنهم ما رأوا عربا قبلنا، أقسم أهل تلك القرى أنهم ما رأوا عربا قبلنا، ولا وصل إليهم أحد من المسلمين، بل قالوا إن النصارى يقولون لنا نحن نحبكم أكثر من المسلمين، بدليل أننا جئنا إليكم، بدليل أننا قدمنا لكم المساعدات، أين هم عنكم؟ ماذا قدموا لكم؟ ولماذا لم يأتوا ليساعدوكم؟ أخفيت دموعي وأنا أسمع مثل هذه الكلمات، أليست هي الحقيقة؟ هم ذهبوا إليهم ولم نذهب نحن. بل اسمع معي ماذا قالوا لرئيس بلدية إحدى القرى وأكثرها سكانا، أخذنا إلى مبناه المتواضع المقام من الطين، بعد أن أخذنا في جولة بين المدارس الفرنسية والمستوصفات التي وجدنا عليها طابورا كبيرا من النساء والأطفال تقدم لهم وجبات الإفطار، ثم أخذنا إلى مكتبه وقال لنا لقد عرضوا علي عطايا وهدايا، مقابل ماذا؟ مقابل أن أقنع الناس بإقامة مراكز اجتماعية يعرضون فيها النصرانية على الناس، فرفضت العرض. كيف أبيع إسلامي وعقيدتي؟ كيف أبيع إسلامي وعقيدتي من أجل أموالهم؟ كيف أخسر آخرتي من أجل إرضائهم؟ يقول بل زادوا في العروض ووعدوني بإقامة مبنى للبلدية وتجهيزه بأحسن الأثاث والإمكانيات، فما زادني ذلك إلا إصرارا وتمسكا بديني. لسان حاله أنا مسلم وأقولها ملء الورى، أنا مسلم وأقولها ملء الورى، وعقيدتي نور الحياة وسؤددي. هكذا هم يشترون الذمم ويدفعون الأموال الطائلة لصنع الخونة والعملاء لهم في كل مكان. حتى الصحراء لم تسلم من مكرهم، حتى الصحراء لم تسلم من مكرهم. أحبتي، قبل عقدين من الزمن لم يكن يسمح للتنصير أو جمعياته بالدخول إلى النيجر، ثم مع الانفتاح ودعوة الديمقراطية المزعومة سمحوا لهم بالدخول، ثم مع سنوات القحط والجفاف تتابعت وزادت جمعياتهم بإمكانياتهم الكبيرة، وقاومت النيجر المسلمة بإمكانياتها الضعيفة. ولكن إلى متى ستستمر المقاومة؟ ومتى سيستشعر المسلمون أحوال إخوانهم هناك؟ يقولون لنا كان الدعاة في السابق يأتون بدعم من الشيخ ابن باز رحمه الله، ولما مات توقف كل شيء. طبت حيا وميتا يا ابن باز، طبت حيا وميتا يا ابن باز. أحبتي، النصارى ليسوا بأغبياء، فهم يعلمون علم يقين أن المسلمين يحبون دينهم وأنهم لا يقبلون بالكنائس في قراهم، فماذا يصنعون؟ اسمع بارك الله فيك، يحفرون الآبار ليضمنوا استقرار الناس وتجمعهم حول الماء، فلا حياة بلا ماء كما أخبر الله، ثم يبنون مستوصفات ومستشفيات لعلمهم حاجة هؤلاء الفقراء للعلاج والدواء، ثم الخطوة التي تليها يبنون مدارس وفصولا دراسية
تدرس اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية والتاريخ الفرنسي والعلوم النصرانية لإفساد دين الفقراء. رغم إمكانياتهم الكبيرة وقلة إمكانيات الفقراء فلقد هزمتهم النيجر المسلمة. رغم إمكانياتهم الكبيرة وقلة إمكانيات الفقراء فلقد هزمتهم النيجر المسلمة شر هزيمة. فما أن يبني هؤلاء كنيسة حتى يبني الفقراء مقابلها مسجدا ويقيم فيه حلقات القرآن للصغار والكبار. في إحدى القرى حول العاصمة نيامي رأيت كنيسة مهجورة، فسألت الناس ما خبر تلك الكنيسة؟ فقال لي أحدهم بناها النصارى حين جاءوا لتقديم المساعدات لنا، ثم أخذوا يدعون الناس للحضور إليها وقدموا لهم الطعام والشراب والمال. قلت فماذا صنعتم؟ قلت ماذا صنعتم؟ قال وقد أشار إلى مسجد صغير مقابل الكنيسة. قال قمنا ببناء هذا المسجد، قمنا ببناء هذا المسجد من القش والطين، وأقمنا فيه الدروس وحلقات القرآن، والتف المسلمون حول مسجدهم ولم يذهب إلى كنيستهم أحد. والذين ذهبوا أخذوا من النصارى الطعام والشراب ثم جاءوا لأداء الصلاة معنا. قلت الله أكبر، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال لي أحد المسلمين هناك إنهم يستغلون حاجتنا وفقرنا، إنهم يستغلون حاجتنا وفقرنا، ووالله لشاة واحدة من بلاد المسلمين خير من ملايين النصارى. المسلمون يعطوننا لأنهم يحبوننا، وهؤلاء يريدون إضلالنا. لكن هل نحبهم حقا؟ هل نحبهم حقا؟ رغم فقرهم ومعاناتهم وقلة إمكانياتهم، رغم كل المؤامرات، أبناؤكم في الصحراء يقرؤون الفاتحة بأجمل الأصوات. أبناؤكم في الصحراء يقرؤون الفاتحة بأجمل الأصوات ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فماذا قدمنا لهم؟ وأين حق لا إله إلا الله؟ من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم تجد في البيت الواحد أكثر من محمد، فيسمون محمدا الأول ومحمدا الثاني ومحمدا الثالث بل حتى الرابع. فيا أمة محمد ماذا قدمتم لإخوانكم؟ أما قال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم والأتباع محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أليس نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الراحمون يرحمهم الرحمن؟ أليس هو الذي قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لم نغادر تلك القرية حتى تعاهدنا نحن وإياهم على بناء جامع يضم فصولا دراسية للقرآن وعلومه وسكنا للإمام، وهو الآن تحت الإنشاء بإشراف سفارتنا هناك. ثم واصلنا المسير حتى القرية التي تليها، فاستقبلنا أهلها أحسن استقبال ووزعت عليهم المعونات. ثم سألناهم ماذا تريدون؟ فبكى شيخ تلك القرية وربي بكى، قال نريد مسجدا، نريد مسجدا تقام فيه الصلوات. ثم قال لماذا هم يبنون الكنائس؟ لماذا هم يبنون الكنائس وهم يعلمون أنه لن يأتيهم أحد؟ ويقول وأنا أضمن لك أن يمتلئ هذا المسجد بالمصلين. قلت أين تصلون الآن؟ فأخذني إلى بقعة رملية قريبة من الطريق الصحراوي الذي تسلكه الشاحنات والسيارات، وهو الطريق الذي جئنا عليه. فإذا ببقعة مسورة بالحجارة، إذا ببقعة مسورة بالحجارة هي المسجد الذي يصلون فيه. فأقسمت له بالله أننا سنقيم عليها مسجدا، أقسمت له بالله أننا سنقيم عليها مسجدا.
فانقلب بكاء حزنه إلى بكاء فرح، وأخذ يكبر ويهلل، وأخذ يتكلم بلغة لم نفهمها لكننا فهمنا منها العزة والفرح. فكان مما قال: أعدكم أن ينطلق الأذان مدويا من هذا المكان، أعدكم أن ينطلق الأذان مدويا من هذا المكان. هناك المساجد من قش وطين، هناك المساجد من قش وطين. لهذا حرصت أحبتي كل الحرص على أن تبنى تلك المساجد على أحسن طراز وأحسن حال. أردت من هذا إغاظة أعداء الله، أردت من هذا إغاظة أعداء الله حين يمرون بقوافلهم ويرون المنارات قد ارتفعت في الصحراء، حينها سيعلمون أن أحفاد عقبة بن نافع وطارق بن زياد وعمر المختار قد عادوا مرة ثانية إلى الصحراء. سيعلمون حينها أن أحفاد عقبة بن نافع وطارق بن زياد وعمر المختار قد عادوا مرة ثانية إلى الصحراء، ولن تقوم لهم بإذن الله قائمة. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، واجزي المتصدقين والمتصدقات والمحسنين والمحسنات خير الجزاء يا رب العالمين. أحبتي، إذا كانت مساجد القش والطين قد هزمتهم، إذا كانت مساجد القش والطين قد هزمتهم شر هزيمة، فكيف إذا رأوا المآذن والمنارات قد ارتفعت في عنان السماء لتعلن الوحدانية لرب الأرض والسماء. لذا سنسعى لبناء مسجد وفصل دراسي للقرآن في كل قرية وفي كل مكان في الصحراء. سنسعى لإيجاد الدعاة وطلبة العلم وتبنيهم في كل القرى والمساجد، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. ولا يخرج من هذه البلاد إلا كل خير، فإن الله لا يرضى لعباده الكفر، إن الله لا يرضى لعباده الكفر. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: أكثر من 500 جمعية نصرانية تتحرك هناك بكل حرية وسهولة، لا مساءلة لا اتهام، فلماذا يضيق علينا وعلى مؤسساتنا الخيرية؟ إن هدفهم من ذلك هو قطع علاقة الشعوب المسلمة ببعضها البعض. ولقد أخبر شيخنا الدكتور عبد الرحمن الصميت أن إحدى الجمعيات النصرانية امتنعت من تقديم العون لإحدى القرى، امتنعت إحدى جمعياتهم النصرانية من تقديم العون لإحدى القرى، واشترطت خروج لجنة مسلمي أفريقيا من تلك القرية. لماذا تتهم جمعياتنا ومؤسساتنا؟ لماذا تتهم جمعياتنا ومؤسساتنا بدعم الإرهاب الذي يزعمونه؟ إذا ساعدوا الأقليات المسلمة في أي مكان، ها هم ينصرون، ها هم ينصرون، يوزعون كتب النصارى والأناجيل المحرفة ولا أحد يعترضهم، بل يقولون للمسلمين بكل وقاحة: من أصبح منكم نصرانيا فسنعطيه بطاقة تخوله الحصول على المساعدة والدعم من أي كنيسة أو هيئة تنصيرية في العالم. لقد أوصلوا بإمكانياتهم الهائلة الأجهزة السينمائية إلى القرى لعرض الأفلام السينمائية والوثائقية ذات الأفكار النصرانية، ويستخدمون كل التقنيات لإضلال الفقراء والبسطاء. أغنياؤهم يدعمون النصرانية بأموالهم، فأين أغنياؤنا؟ أين أغنياؤنا؟ أين تجارنا عن إسلامهم؟
المجاعة والجفاف حدثت بقدر من الله ليبتليهم ويبتلينا بهم. إن أسباب فقرهم ومجاعتهم نحن أولا، سبب فقرهم ومجاعتهم نحن أولا، لما نسينا أخوة الإسلام والعقيدة وتركناهم للاستعمار ينهب خيراتهم ويسعى جاهدا لصدهم عن دينهم. لقد أغاظهم أي الكفار وأغضبهم أن 99 من النيجر مسلمة، فأخذوا يحاولون إقناع العالم أن أكثر من 5% في النيجر غير مسلمين، مما يتيح لهم الدخول والتدخل والمطالبة بحقوق الأقليات، فيبنوا كنائسهم ويزرعون الخونة والعملاء لهم في كل مكان. أما تعلم أيها المسلم الغيور أن النيجر تعد ثالث أغنى دولة في العالم باليورانيوم؟ أما تعلم أيها المسلم الغيور أن النيجر تعد ثالث أغنى دولة في العالم باليورانيوم بعد كندا وأستراليا؟ هذا اليورانيوم الذي يصنعون به القنابل الذرية والنووية التي يهددوننا بها ويبيدون بها الشعوب كما فعلوا في هيروشيما وغيرها. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أين الرجال؟ أين الشباب؟ أين تجار المسلمين؟ أين أغنياءهم؟ أين سياح أسبانيا وسويسرا وباقي المنتجعات السياحية؟ أين هم عن سياحة دعوية في صحراء النيجر أو في صحراء أفريقيا؟ ثم أسألكم بالله هل يرضيكم هذا؟ يهينهم النصارى. يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. رواه أحمد وأبو داود. فلما سمع الصادقون هذا الكلام من نبيهم واستشعروا الأجر والثواب تسابقوا وهبوا لإنقاذ وإطعام المسلمين. متى ستظهر أخوة الإسلام الحقيقية؟ أليس المؤمنون إخوة؟ إن لم تظهر الآن في أشد المحن والنوائب فمتى إذن؟ هذه أخبارهم قد أتت إليكم ومآسيهم قد تليت عليكم، فماذا أنتم صانعون؟ ولله ماذا أنتم قائلون؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. تكبير. الله. يا أمة الخير والتقوى
لله ثم لك الشكوى. فالنيجر اليوم قد صارت على لظى الجوع لا تقوى. يا أمة الخير والتقوى لله ثم لك الشكوى. فالنيجر اليوم قد صارت على لظى الجوع لا تقوى. عثى بها الفقر مجتاحا ولم يعد جوها صحوا. وماؤها أسن ملح وزادها ينقل العدوى. عثى بها الفقر مجتاحا ولم يعد جوها صحوا. وماؤها أسن ملح وزادها ينقل العدوى. وطفلها ينزوي جوعا وطفلكم يأكل الحلوى. وشيخها كم ذوى بردا وشيخكم يلبس الفروى. وطفلها ينزوي جوعا وطفلكم يأكل الحلوى. وشيخها كم ذوى بردا وشيخكم يلبس الفروى. عجوزها ما لها ثوب وقد غدا عظمها رخوا. عجوزكم ثوبها ضاف وتشتري غيره لهوا. عجوزها ما لها ثوب وقد غدا عظمها رخوا. عجوزكم ثوبها ضاف وتشتري غيره لهوا. يا إخوتي لم أطق صبرا عفوا لإزعاجكم عفوا. رسالة قلت ألقيها نارية العرض والفحوى. رسالة الموت من أرضي حقيقة ما بها دعوى. ونحن مهما تباعدنا تبقى عرى ديننا أقوى. فإن منحتم فأعوان لنا بإحسانهم سلوى. وإن منعتم فإخوان لم تنقطع فيهم الرجوى. فإن منحتم فأعوان لنا بإحسانهم سلوى. وإن منعتم فإخوان لم تنقطع فيهم الرجوى. يبقى لنا الله مولانا نعلي له البث والشكوى. إليك يا رب شكوانا يا سامع السر والنجوى. إليك يا رب شكوانا يا سامع السر والنجوى. يا سامع السر والنجوى.